وليلو بتفضل تعتذر من ناني على اللي ستيتش عمله، ولكن ناني بتقول لها عادي ما حصلش حاجه، انا كده كده كنت زهقانه من المطعم ده وعايز اسيبه. بعد كده بيروحوا البيت وستيتش بيبتدي يدخل في حاله هيجان وبيكون عمال يكسر في كل حاجه حواليه، وناني بتمسكه وبتقول لليلو انها شاكه انه كلب اصلا وانهم لازم يرجعوه للمحل تاني. فليلو طبعا مش بتوافق وبتقول لها هو دلوقتي معتبرنا عيلته، هو انت مش فاكره الكلام بتاع ابوكي ولا ايه؟ وانت عارفه ان العيله ما حدش فيها بيتنسي او بيتخلى عنه، فعشان كده انت لازم تسيبيه. وفعلا ناني بتسيبه وليلو بتاخده معاها وبتدخل اوضتها، ولكن ستيتش برده مش بيهدى وبيفضل يقطع في الرسومات بتاعتها. بعد كده بنشوف جومبا وبوكلا قاعدين مع بعض، وجومبا بيقول يا ترى 606 بيعمل ايه دلوقتي، وده لانه متصمم على التدمير وانه يدمر اي حاجه حواليه، واكيد هو دلوقتي حاسس بفراغ كبير عشان مش عارف يكسر اي حاجه كبيره. وفي الناحيه التانيه بقى بنشوف ستيتش خارب الدنيا في اوضه ليلو وعمال يكسر في اي حاجه حواليه، وفجاه وهو عمال يكسر في المكان بيشوف كتاب عليه بطه كده وبيروح لليلو وبيقول لها هو ايه ده، فبتبدا تحكي له وبتقول له دي بطه صغيره تاهت من عيلتها وعشان كده هي بتعيط. فستيتش بيتاثر جدا وبياخد الكتاب وبيروح على سريره وبيفضل يتفرج على الكتاب لحد ما بينام. وتاني يوم الصبح بقى المشرف الاجتماعي بيجي عندهم وبيكون اسمه كوبرا، وبيقول لناني انا سمعت انك سبت الشغل بتاعك وانت لازم تلاقي شغل في اسرع وقت عشان ليلو ما تتاخدش منك. وستيتش في الوقت ده بيطلع وبيضرب كوبرا بالكتاب وبيتصرف تصرفات غريبه، فكوبرا بيقول لهم لما اجي المره الجايه لازم الاقي الكلب ده بيتصرف تصرفات طبيعيه زيه زي اي كلب عادي. وبالفعل ناني بتنزل تدور على شغل وليلو وستيتش بينزلوا معاها، وده طبعا عشان يساعدوها، ولكن كل ما بتروح مكان ليلو وستيتش بيخربوا الدنيا. فناني بتروح لشغلانه على البحر وانها هتكون منقذه، وستيتش بيمسك جيتار وعمل نفسه جيمس هندريكس، وطبعا عجب كل الموجودين وبيفضلوا يصوروه، بس ستيتش بيخاف منهم وبيفتكرهم بيهجموا عليه، فبيبدا ياكل كل الكاميرات والناس كلها بتجري منه. وطبعا ناني بيخيب املها